بالنسبة لمادة الرسم والنحت مش هنقدر نبدأ فيها من غير مقدمة تاريخية عن العمارة بشكل عام. دايما ارتبط مجال العمارة بالفنون وبالطب بشكل كبير جدا، فمثلا واحد من الشخصيات اللي واضحة جدا فيها الموضوع ده هو ليوناردو دافنشي، وده بيظهر في استخدامه لمصطلحات كتير طبية في وصف حاجات معمارية زي مثلا تجويف المخ والفراغات المعمارية وغيره. واحنا حاليا بنستخدم مصطلح سكين اند بونز في وصف الهيكل الإنشائي والهيكل المعماري للمبنى. فهتلاقي تخصص العمارة مرتبط جدا بمجال الفنون، مش بس عشان تخرج لوحة شكلها حلو، لكن علشان النسب والمصطلحات الفنية تبقى دايما حاضرة في ذهنك أثناء التصميم. لأن مثلا وعلى عكس المجسمات النحتية، فالعمارة المبنى اللي انت بتعمله أو المكان الفراغ اللي انت بتصممه ده الناس بالفعل هتعيش فيه وهتستخدمه، وكمان التصميم ده هيتأثر بالبيئة اللي موجود فيها أو البيئة اللي هو اتخلق علشانها. زي ما اتفقنا قبل كده، المنازل معمولة لثلاث أسباب مهمين: sheltering, protection, controlling our environment. انت لما بتخلق بيئة جديدة اللي هي المسكن أو المنزل ده، فانت كأنك بتعمل كنترول بشكل معين على البيئة الجديدة اللي انت خلقتها، عشان المستخدم تتوفر ليه درجة من الراحة في الاستخدام اليومي من خلال التصميم. الراحة من خلال حاجتين: أول حاجة نفسي، وده اللي بيتوفر من خلال العنصر الجمالي اللي اتكلمنا عنه، إن كل عامل بيكون عنده مقاييس معينة للجمال والحاجات الكويسة اللي بتعجبه أو اللي ما بتعجبوش، لكن الحاجات دي بتعدي من خلالك انت علشان يتم صياغتها بشكل صحيح وتوظيفها بشكل صحيح في التصميم. المستوى الثاني اللي بتكون التصميم بتاعك مريح ليه وهو مريح بالنسبة للجسم، وهنا اللي بيظهر الاحتياج بالنسبة للجزء الطبي. فمثلا في المدرسة دي الطلاب بيدرسوا على الأقل كورس تشريح واحد علشان خاطر يقدروا يتخرجوا من قسم العمارة، وده علشان تتكون في ذهنهم صورة أوضح عن الجسم اللي بيعملوا ليه التصميم، وده علشان تبدأ تترسخ في ذهنك الاحتياجات بتاعة الجسم ده من الإضاءة والتهوية والمساحات كمان، أو حاليا مسمى المعدلات التصميمية. فمثلا فيتروفوس، وده معماري من القرن الأول قبل الميلاد، بيأكد في كتاباته على أهمية التضحية بحيوان في المكان اللي انت هتعمل فيه البيت بتاعك، علشان خاطر تبدأ تكشف على الكبد بتاعه وتشوف إذا كان المكان ده صحيا سليم ليك ولا لا. طبعا حيوان من اللي موجودين بالفعل في المنطقة اللي انت هتأسس فيها البيت بتاعك. وحتى المراجع الحديثة زي مثلا كتاب اكس راي اركتكتشر اللي بيوضح أهمية العلاقة ما بين الطب والعمارة، ودي حاجات بترجع لطبيعة المجال المعماري نفسه. بداية انك تدرك علاقة الكلام ده كله ببعضه بتبدأ من مادة الرسم والنحت. مع بداية دراسة مجال الرسم والنحت كمجال فني بالنسبة ليك مع التشريح، بتبدأ تتكون في ذهنك صورة أعمق بكتير عن مجرد معدلات وثوابت في التصميم. فمثلا في التصميمات المعمارية بالنسبة للمعابد قديما، كانت المعابد بتتصمم بشكل مدرج علشان كل ما تدخل جزء لجوه ناحية الجزء المقدس بالنسبة ليهم في المعبد، بيبدأ المكان يضيء عليك أكتر وكأنك بتقترب أكتر من المعبود، وده كان جزء خاص بالكهنة. أما في الجزء الخارجي الخاص بالحضور، كان المكان بيبقى عملاق والحجم بتاعه السكيل بتاعه بيبقى كبير جدا علشان اللي موجودين يحسوا برهبة المكان. بالنسبة لوقت أقرب شوية، كانت بداية المودرن ديزاين على يد المعماري ألفا ألتو. زي ما اتكلمنا قبل كده، المستشفى اللي هو عملها وازاي ان هو يعتبر كل المعدلات المعمارية اتغيرت في المستشفى دي علشان تناسب احتياجات العميل الجديد وهو المريض، بداية من ارتفاع الترس وحتى تصميم الفرش داخل الفراغات. وده كان مرور سريع على علاقة قسم العمارة بمجال الطب وبمجال الفن، فاحنا هنبدأ من خلاله على مادة الرسم والنحت، وهنبدأ نشوف يعني في الفيديو ده بس حاجات بسيطة علشان الوقت بتاع الفيديو ما يكبرش زيادة. فخلينا نقول ان احنا عايزين نعمل زي تمرين بسيط، مجرد ان انت بترسم التونات بتاعتك من الغامق للفاتح، ومجرد ان انت بترسم شكل هندسي يكون بسيط وتبدأ تعمل التظليل بتاعه بشكل صحيح. التمرين ده بدائي جدا بس هدفه حاجة واحدة بس، ان انت تعرف ايه مستواك، علشان يعني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي تبقى عارف تبدأ معانا من اول فين، عشان من خلال الفيديوهات اللي جايه هنبدأ نتكلم بتفاصيل اكبر، فتبقى بس عارف البدايات بيبقى شكلها عامل ازاي، وايه علاقة المنهج العلمي للمادة دي بسوق العمل فيما بعد، وبتطبق ازاي المحتوى العلمي بتاع الكلية بشكل كامل في الشغل بتاعك فيما بعد. والمرجع الاساسي بالنسبة لي في الفكرة دي هي الامريكان انستتيوشن اوف اركتكتشر او الاي اي اي.